السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما يعرف الكل أن تشكيلة المنتخب المغربي مع وحيد خليلوزيش لم تكن بالقوية، بل كانت بالضعيفة بسبب تواجد أسماء ضعيفة مثل الشاكلة ومثل مجموعة من الأسماء لا تقدم أي إضافة إلى المنتخب، لا تغنيه ولا تنفعه، وبعد نتائج سلبية كثيرة، منها الإخفاق في كأس إفريقيا والإقصاء من دور مبكر، والكثير من الإخفاقات رافقت مسيرة وحيد خليلوزيش. فكما كان من المتوقع، بحث المنتخب المغربي عن مدرب آخر عوض وحيد خليلوزيش لكي يقود به تصفيات كأس العالم، وكان هذا المدرب من اختيار الجميع، وهو مدرب كبير درب فريق الوداد المغربي، وهو وليد الركراكي، وهو مدرب صريح وقد اشتهر بصراحته في المغرب وبتصريحاته المثيرة للجدل. كما نعرف جميعا أن تصفيات دور المجموعات لكأس العالم على الأبواب، ووليد الركراكي لا يحب أبدا المزاح أو يحب الفلسفة، مثل غوارديولا أو كذا. هو مدرب صريح جدا، وهذا رأيناه من خلال قائمة المدعوين الذين دعوهم إلى كأس العالم. قائمة محترمة فيها لاعبين أساطير. إلا لم تنظر إلى هذا الفيديو، سوف أضع لك رابط الفيديو في الديسكريبشن. ادخل للفيديو وتفرج من الأول إلى الأخير، فيديو رائع، فيديو أسطوري، وراح تعرف. يلا نرجع إلى موضوعنا الأسطوري. موضوعنا لهذا اليوم: ما هي التشكيلة المثالية للمغرب في كأس العالم قطر؟ هي تشكيلة هي تشكيلة ليس من كلام فارغ فقط، بل هي تشكيلة من القائمة المدعوين، أسماء كبار، أسماء ثقيلة. وإذا لعبنا بهذه التشكيلة 100% سوف نتأهل إلى دور 16، وسوف نخلق الكثير من المفاجآت والمتاعب للمنتخبات الكبيرة. هنا نرى هذه التشكيلة. أنا جد متحمس، واكتبوا لنا في الكومنتات هل هي تشكيلة قوية أم لا. قبل ما نرى التشكيلة يا أصدقائي، لا تنسوا دعمي بلايك وباشتراك، لأن هذا الفيديو تعبت عليه كثيرا والله، يوم من الاشتغال والكثير من الأشياء. شكرا لكم جميعا، شكرا على دعمكم، أحبكم يا إخواني في الله الذين أعتز فيهم. في حراسة المرمى الأسطورة بونو، الحارس الإشبيلي، الحارس الكبير المتألق الحاصل على الكثير من الجوائز الإسبانية، حارس له مكانة أساسية في المنتخب وله دور كبير. والآن سوف نرى ظهير الأيمن، المركز محسوم طبعا لأشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان العاصمة الفرنسية، لاعب ذو مواصفات عالمية، لاعب أسطوري، لاعب سابق لريال مدريد النادي الملكي، ولباريس سان جيرمان، ولروسيا دورتموند. وفي مركز قلب الدفاع القائد المنتخب المغربي رومان سايس، وأمامه أكرد، لاعب بين على مستويات جميلة جدا مع المنتخب المغربي، أتمنى حضوره إن شاء الله. وفي الرواق الأيسر المتألق مزراوي، لاعب ذو مواصفات عالمية، لاعب جد رائع، أتمنى أيضا أن يكون حاضرا، وسوف يكون حاضر وسوف يكون رسمي إن شاء الله. وفي خط الوسط لاعب الارتكاز مرابط، لاعب جد رائع، واللاعب أناحي الذي أيضا أظهر مستويات جد عالية، لاعب ذو مواصفات عالية رائع يستحق مكانته مع المنتخب المغربي. وأمامهم المتألق زياش. والآن إن شاء الله سوف نمر إلى خط الهجوم، وهو أظن الخط الأقوى في المنتخب المغربي ويملك الكثير من الخيارات. زلزولي في اليمين، لاعب ذو مواصفات عالمية، لاعب مهاري. وفي الجانب الأيسر أيضا لاعب مهاري ولاعب ذو مهارات عالية. يا رحمن يا رحيم، شو هذه الأسماء الرائعة والمتكاملة. بوفال اسم كبير وراءه مزراوي، لاعب جد كبير. زلزولي وراءه حكيمي. يا رب، منتخب قوي جدا المنتخب المغربي. ورأس الحربة أو المهاجم الحقيقي حمد الله لاعب رائع أمام الشباك، يسجل الأهداف، لاعب ذو مواصفات أسطورية. كانت هذه هي التشكيلة. اكتبوا لي طبعا رأيكم في التشكيلة في التعليقات، وسوف أجيب على الجميع إن شاء الله. إذا وصلت لحد هذه اللحظة، اكتب رقم 5 في التعليقات وقل لي هل المغرب قادر على الفوز على بلجيكا وكرواتيا وكندا. نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة، أحبكم يا إخواني في الله.